السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي؟ كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. بنحبكم بالذات بنحبكم بالذات. كلمة جميلة جدا بتتقال في الجزائر: بنحبكم ونبغيكم ونشكركم، وكله بالذات. عندنا النهاردة فيديو أثار جدل كبير جدا. مواقع التواصل الاجتماعي دائما وأبدا تبحث عن كلمة الجزائر. صدقوني دايما موجودة في الترند، دايما موجودة على مشارق البحث اللي موجودة في جوجل. كل ما تدخل تكتب أول 3 حروف من اسم الجزائر تلاقي موضوعات كتير جدا عن الجزائر موجودة. أولهم الموضوع بتاع النهاردة اللي بنتكلم فيه، الموضوع اللي فعلا تسبب في أزمة كبيرة جدا لأعداء دولة الجزائر، لأعداء القارة الجزائرية، لأعداء الشعب الجزائري في كل مكان في الوطن العربي، في كل بقاع العالم. صدقوني حلقة النهاردة أو فيديو النهاردة من الفيديوهات اللي كسرت الدنيا، اللي غيرت الموازين وخلت أعداء الجزائر يتربصوا تربص غير عادي للجزائريين وللجزائر في كل مكان. النهاردة عندنا فيديو لا أروع ولا أكبر من كده ولا أقوى من كده. اوعوا تروحوا في أي حتة، واللي أول مرة يتابعنا أو بلاش نقول كده، يا ريت لو انتوا بتتابعونا دلوقتي كلكم ننزل نصلي بينا على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عطر فمك بذكر الرحمن. لو أول مرة تتابعنا تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس على زرار الكل يوصلك مننا إشعارات بالفيديوهات. اللايك المتينة، انزل يلا نعمل لايك مع بعض، ده فضلا منك على راسي من فوق، لأن الكلام ده كلام مهم، وفيديو النهاردة يستحق مننا اكتر من 3000 لايك واكتر من 1,000,000 واحد يشوفونا، لان بجد فيديو النهاردة تسبب في ذعر كبير جدا من صبية الجزائر واولاد الجزائر اللي فعلا عملوا طفرة كبيرة جدا في العالم الجزائري. وبقول العالم الجزائري وانا مبسوط ومبتهج، لان الجزائر لها مكانة كبيرة جدا في الوطن العربي، لها مكانة كبيرة جدا داخل قلوب كل الدول الأوروبية. بيعملوا حساب للجزائر كويس جدا. تعالوا مع بعض نسمع الفيديو ده. اوعوا تروحوا في اي حتة، لانك لو ما اتفرجتش على الفيديو ده خسران خسران خسران. اتفضلوا معايا. المتسابق القارئ عبد العزيز سحيم من ولاية المسيلة. عبد العزيز سحيم من ولاية المسيلة هو المتوج بلقب تاج القرآن الكريم في هذا الموسم، ونراه يسجد سجود
واهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، ونتمنى دائما وابدا نكون عند حسن ظنكم ونقدم المحتوى اللي يليق بالاسرة العربية الامازيغية الجزائرية في القارة وفي الوطن العربي وفي العالم الاوروبي. لكل الجزائريين في العالم كل التحية والاحترام والتقدير. وادعوا معايا قبل ما ننهي الحلقة: اللهم ألف بين قلوبنا في الوطن العربي واجمعنا على قول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واعرفوا دايما يا رب اللهم شتت جمعهم كل من يريد أن يفتتنا في الوطن العربي وأن يبعدنا عن بعض، اللهم شتتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. كل حد عايز يبعدنا عن بعض ويفتت الوطن العربي أو يشتتنا عن بعض يجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ألف بين قلوبنا في الوطن العربي. اللهم قرب بحق الشهر الكريم بين اخوتنا في الجزائر واخوتنا في المغرب على خير وعلى قول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. في نهاية الفيديو بشكركم جدا، واذكركم اللي اول مرة يتابعنا لو نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس على زرار الكل، هيوصلك مننا اشعارات بكل الفيديوهات اللي بنعملها. ونتمنى دايما نكون عند حسن ظننا، واللي حابب ان احنا نتكلم في موضوع معين يقدر يتواصل معنا على الخاص، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك هقدر اسيب لحضراتكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف مباشرة. تقدر حضرتك تدوس على اللايك والمتابعة، ونكون دايما عند حسن ظنكم. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.